اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جديلي سبورتس. معاكم محمد جد الله، وان شاء الله النهارده عندنا حلقه جديده هنتكلم عن العديد من الموضوعات على الصحه الرياضيه واللي تشغل الشارع المصري والرياضي والافريقي والاوروبي. طبعا قبل اي حاجه ما تنساش تدعمنا بلايك سبسكرايب للقناه وتدعم صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم جديلي سبورتس وجديلي 97 على التيك توك والانستجرام. وقبل اي حاجه طبعا ما تنساش تصلي وتسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. يلا بينا نبدا الحلقه، يلا بينا. بدايه كده طبعا زي ما حضراتكم شفتوا نادي الزمالك تعادل سلبيا مع بيراميدز، والنتيجه السلبيه لحق نادي الزمالك اللي بتاكد برضو ان فيريرا ماشي في الطريق الغلط، والموضوع برضو الزمالك دخل في نفق مظلم مش لطيف. الموضوع بدا من الزمالك ببدايه عاديه جدا، كان بيهاجم عن استحياء، كان بيهاجم من ناحيه الشمال عن طريق شلبي. باخر نص مباراه كان بيراميدز يعني بشكل عام كان ماسك نص ملعب بشكل كبير، كان بيضغط في اخر المباراه، كان ضغط نادي الزمالك في اخر 5 دقائق. فالزمالك زي ما بنقول كده هو بيحمد ربنا ان هو خد النقطه، وكلام كان فيرا بياكد على كده كويس ان احنا خد نقطه في ظل اللي احنا فيه. فالزمالك نقدر نقول هو حتى الان ماشي في النفق المظلم، مش بيمشي بخطط كويسه، الموضوع مش لطيف، الموضوع الى حتى الان مش يعني ماشي بالريتم. نقدر نقول ان الزمالك ماشي في بار الامان. لا، الزمالك عايز يحاول تجيب بشكل كبير جدا بالنسبه للعيبه، عايز فيريرا يا اما يجيب مدربين معاه مساعدين ومحللين اداء يظبطوا الدنيا معاه او هو يمشي. ولكن هو يمشي دلوقتي الموضوع صعب برضه، ان الاداره معذوره هتدفع له شرط الجزاء او ترمي الفلوس على الارض بشكل كبير. فهو يعني المفروض نجيب له محللين او نجيب له مساعدين بحيث يساعدوه شويه، ان هو فيريرا مش هيعمل حاجه مع المدربين المصريين اللي معاه. الموضوع حتى الان اصبح الزمالك يعني بتنفخ في قربه مخرومه. حتى المشكله الاخيره اللي بتواجه الزمالك بتواجهه ان لعيبه كتير جدا نقدر نقول ان عقودها بتتسرب، الموضوع مبقاش لطيف عكس الاول. فهنشوف الزمالك هيخرج من الموضوع ده ازاي. ومشكله برضه رئيس النادي اللي هو مسجون، والاستاذ هاني اللي هو ماشي كمؤقت ماسك النادي بيقوم بمهام رئيس النادي. فالموضوع لحتى الان مش واضح ملامح هل الزمالك هيمشي فعلا في الموضوع ده. ولكن فنيا الزمالك كان ضعيف جدا جدا، والفريق ما كانش عنده انياب خالص، وما كانش عنده شخصيه البطل، ما كانش عنده فنيات عاليه جدا. مش هتكلم فنيا كده عشان ما اقولش لحضراتكم، ولكن انا بحب انوه ان الزمالك لسه الموضوع مش واضح، لسه عايز صفقات كتير جدا، لازم فيرا يفوق، لازم الاداره تدعم بشكل افضل. يعني بدايه بقى الموسم الجاي نقدر نقول كده ان الموضوع بقى صعب، الدوري الى حد ما بيبعد عن الزمالك، الكاس هو اللي باقي للزمالك، افريقيا موضوع صعب. فهنشوف الفتره الجايه الزمالك هيمشي ازاي، خصوصا ان الزمالك فنيا واقع قوي قوي وعايز لعيبه كتير جدا، وفي لعيبه كتير جدا زي السيسي، زي عبد الغني، زي مين تاني قدام، مصطفى شلبي، زي سامسون، زي اناضاي، كلها لازم تتصفى من الفريق مع احترامي ليها. زي دونجا لو ما ظبطش نفسه برضه الموضوع صعب جدا جدا. انت كان عندك سياسي، كان عندك امام عاشور، كان عندك صفا محمد، كان عندك ونجم. لا، كانت لعيبه تقيله يا جماعه بصراحه، وكانت تقدر تشيل الفرقه وتقود الفرقه لبر الامام. فالموضوع لسه عايز كلام كتير جدا، عايز شغل كتير جدا. فاتمنى الزمالك الفتره الجايه يدعم صفقات كويسه ويفوق الفتره الجايه. ننتقل بقى حضراتكم على خبر تاني معانا، ان نادي اسوان طبعا بيطلب المشاركه في بطوله عربيه بعد اعتذار النادي الاهلي. طبعا بيقول لك نادي اسوان بينزل يعني بيان بيقول لك احنا باعتبارنا نادي يعني نادي اللي هو بيمثل المدينه الثقافيه لمصر ولينا حق المشاركه في ظل ان احنا بنقدم اداء كويس. طبعا الزمالك هو هيخش بطوله عربيه طبعا مع توجيه الدعوه ليه ان هو بطل حمل اللقب الدولي، وطبعا اعتذر عن المشاركه بطوله عربيه طبعا يعني بما انه بطل الثنائي الكاس يعني ومتوجه له الدعوه. الاهلي شارك في بطوله، فاسوان بيطالب بالمشاركه، ولكن اتحاد الكوره بعت ان طلائع الجيش هو اللي يشارك في البطوله العربيه. فهنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه، لسه الدنيا هتبان ان شاء الله الفتره الجايه. ده بالنسبه لمستوى الخبر العربي. طبعا عندنا خبر تاني ان ديانج، هل فعلا ديانج هيروح فرنسا؟ هل في كلام من تركيا؟ النادي الاهلي حتى الان متكتم على الموضوع ومش قايل ان ديانج هيروح في حته، ولكن اخبار بتاكد لنا ان في اكتر من نادي في فرنسا بيعرض على ديانج، في حتى الان عرض وصل ل 5.5 مليون دولار، طلب 10، بيكلموا في 6، في طلب 10 مليون. ففي كلام كتير جدا ان ديانج ممكن يروح على النادي الاهلي الفتره الجايه، في عروض من فرنسا بشكل مركز واكيد. برضو عندنا خبر تاني ان مش على شكل المستوى الاوروبي بقى، ان الريجي بيطالب اداره يوفنتوس بتجديد العقد مع دي ماريا، خصوصا ان هو بيقدم مستوى رائع جدا الفتره الاخيره وراجل متمسك بيه جدا جدا. ويوفنتوس بيبحث العرض مع دي ماريا، وهيتم التفاوض معاه بشكل كبير جدا في ظل المستويات اللي بيقدمها دي ماريا بشكل هايل وممتاز.
برضو على مستوى اوروبي عندنا ان تشيلسي رجل الاعمال بتاع تشيلسي بيقرر ان هو يستغنى عن اكتر من لعيب الجون ويستغنى عن كوفازيتش واكتر من لاعب. قال لك في ظل الصفقات اللي انا جبتها ودعمتها الفريق مستوى منحدر جدا الفتره دي اذا كان في الدوري او الدوري الانجليزي او اوروبا. فيعني رجل الاعمال كان بينوه ان هو زي ما بيقولوا يعمل تصفيه للفريق برضه بشكل كامل ويقدر يعمل بعد الموسم النجاح اللي كان محققه خد كاس العالم للانديه وكدوري اوروبا، ولكن الكيرف نزل برضه مره ثانيه. فنوى ان هو هيصفي الفريق بشكل كبير جدا ويعمل تدعيم صفقات بشكل كبير. برضو عندنا خبر تاني ونوهنا عنه قبل كده ان صلاح في كلام كبير جدا اتنقل لباريس، فهنشوف انتقالاته في الصيف ان شاء الله ايه اللي هيحصل. في مفاوضات من تحت لتحت ولكن مش معلن عنها ان صلاح الى حد ما بشكل كبير هيروح الموسم الجاي يكون في بدايته مع باريس سان جيرمان بدايه من الموسم المقبل. كده احنا حابين نقول لحضراتكم برضو عندنا برضو يظل الخبر بتاع كارتيرون، هل هيروح الوداد ولا هيرجع مصر، ولكن الكلام حتى الان على حسب كلام كارتيرون نفسه ممكن يرجع مصر. هل هيمسك الزمالك تاني ولا هل هيمسك نادي في الدوري المصري المتوسط؟ فهنشوف ان هو كان بيرجح بكده لما طلع في اون تايم سبورت، ولكن هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيرسم. برضو عندنا خبر اخير وهو الكابتن حسام البدري، يعني زي ما قلنا الوداد المغربي. الكلام كده قلنا لحضراتكم طلعنا قبل كده واتكلمنا، كان في كلام بشكل كبير ولكن المفاوضات وقفت مع الكابتن حسام البدري ويعني اختلفوا فيه غالبا في النواحي الماديه. بكده احنا نكون وصلنا مع حضراتكم الحلقه. طبعا حابين نقول لحضراتكم اخبار على السريع كده ونوه عليها، وطبعا اتكلمنا كهربا برضو نادي الاتحاد الافريقي او باتحاد الفيفا عفوا بيديله مهله 3 شهور، في حاله عدم السداد هيتم مضاعفه العقوبه عليه بشكل اكبر ويتم مضاعفه الضرائب او نقدر نقول الفوائد على الفلوس. وبرده كهربا لسه ما ردش على الاتحاد الدولي، ففي اخبار كلها اللي موجوده على الساحه الرياضيه والدرجه حتى الان لاخبار الزمالك والاهلي كل ما يخص الكره المستوى الافريقيه. فبكده احنا نكون وصلنا مع حضراتكم الحلقه، كانت حلقه سريعه كده حابين نتكلم حضراتكم عن مباراه الزمالك الاساسيه واخر الاخبار على الساحه. كده نكون وصلنا مع حضراتكم نهايه الحلقه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعملوا سبسكرايب للقناه ودعموا صفحتنا على البيج فيسبوك باسم جديد سبورتس وجديد 99 على تيك توك والانستجرام. كما كنا محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.